ستندمين على مساعدة ذلك الولد يا زوجي. ماذا لو عاد ليدمرنا؟ حمست الزوجة وهي تتشبت بذراع زوجها بينما كانا يسرعان بالابتعاد عن مكان الحادث على طريق سريع مظلم في غرب أوروبا في عام 2018. كان الزوج قد أوقف سيارتهما لمساعدة ولد شاب أصيب على طريق. كان الولد مستلقيا لا يتحرك وعلامة ندبة متعرجة فوق عينه. قبل أن نرى كيف يغير هذا الخيار حياتهما. إذا كنت تؤمن بأن لطف الوالدين يمكن أن يغير كل شيء فاضغط على إعجاب واشتراك الآن. بقي الزوج. انطلقت الزوجة بالسيارة. همس الولد المصاب. شكرا لك، لن أنسى. رأى الزوج سوارا أحمر باهتا على ذراع الولد. كنت قد دمرتنا، صرحت الزوجة لاحقا. ماذا لو قضانا؟ هز الزوج رأسه. أنت لا تفهمين، كان علي أن أساعده. بعد سنوات كان ابنهما الصغير مستلقيا على سرير مستشفى مصابا في حادث. صرخت الزوجة: لماذا لا يساعد أحد؟ قالت ممرضة: إن الجراح مشغول. اندفع طبيبة إلى الداخل. أنزلت قناعها. كانت الندبة المتعرجة واضحة فوق عينها. قالت طبيبة: ابنكما يحتاجني وأنا أدين لكما بكل شيء. لهث الزوج: هل هذه أنت؟ قبل أن نكشف كيف يغير هذا كل شيء، هل تخاطر أنت بمستقبلك لمساعدة شخص غريب؟ علق بنعم أو لا. أجرت طبيبة العملية. انتهت وسلمت الزوجة السوار الأحمر. لماذا لم تخبرينا؟ همست الزوجة والدموع تتساقط. نظرت الطبيبة إلى ابنهما. كنت ستترددين؟ ارتعشت يداه.